السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس سمير رجب يحييكم من شركة جرين جولد، وأهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بنعرض لكم تشكيلة رائعة من العجول البراون. طبعا كل الألوان بتاعت البراون، وطبعا الناس معظمها يعرف ايه هو العجل البراون. طبعا لما نيجي نسأل النهاردة، الناس كلها بتسأل على نوعين من العجول: السمنتال او العجل البراون اللي هو الفطام. طبعا ما عندناش احنا في مصر كمية أبقار في كل المحطات بتاعة إنتاج الألبان تكفي إن هي تتعامل على قطعان أو أعداد كبيرة من العجول السمنتولة والبراون، تكون معدومة. يبقى احنا النهاردة عندنا الشق التاني اللي الناس بتسأل عليه: عجول التسمين البراون. طيب العجل التسمين البراون مميز بيه اولا من حيث الشكل والصفات. شكل العجول البلدي اللي هو بيرغب انه يقني حاجه او يسمن عجل تسمين قريب من البلدي. لكن طبعا مميزاته طبعا تختلف عن البلدي. اول حاجه بالنسبه لعمليه التحويل، عندنا العجول البلدي معروف عنها ان هي تحويلها ضعيف جدا، وده طبعا ناتج عن الجينات بتاعت التهجين للابقار الفريزيان زمان مع الابقار البلدي، ونتج عنها السلاله بتاعه العجول اللي هي الخلايط البلدي، والابقار النتايات اللي هي الخلايط البلدي. يعني هي لا بتدي البان ولا حتى العجل بتاعها بتاع انتاج لحم، ان تحويله من 800 جرام لكيلو جرام او كيلو ربع اقصى حد. نيجي بقى للتحويل بتاع العجول البراون. اول ميزه فيه ان العجل ده بيحول من 2 الا ربع الى 2 وربع كيلو. وطبعا بالدليل عندنا في الشركات، طبعا احنا عندنا مدخلات العجول دي وهي جايه من المينا الى المحجر، مكتوب في السجلات العجل ده دخل عندنا القطيع ده وزن كام، والنهارده بقى وزنه كام، عندنا عجول لحم منه. والحاجات دي ما ينفعش ان يكون فيها لعب، لان طبعا الحاجات دي مصروفات وحسابات شركات لازم أن تكون مظبوطه بالملي عشان اعرف انا العجول دي بتكسبني او بتخسرني. ده مثال. يبقى النهارده عندنا ميزه التحويل بتاعه العجل البراون اللي عاوز يعمل دوره تسمين ممتازه. تاني حاجه العجل البراون اقوى مناعه على مستوى جميع السلالات. ده معروف عن العجل البراون، مناعه عاليه جدا. حتى لو اصاب باي حاجه من العترات الاربعه، الحمى القلعيه او اي شيء، بيقاوم المرض وكانه لم يكن، وما يظهرش عليه، وبيعيد بناء نفسه من تاني ويعوض اللي فاته من نقص بالنسبه للتحويل. تاني حاجه العجل البراون النهارده استهلاكه للعلف على مستوى كل العجول ما بياخدش 2.5% زائد كيلو، لا بياخد 2% من وزنه زائد كيلو. يعني عجل اقتصادي جدا، وفي نفس الوقت بيحول على هذا الوضع تحويل عالي جدا وممتاز. لما نيجي احنا بقى نقول النهارده في عندنا نوعيات من العجول المستورده. طبعا مش عاوزين نذكر بلد بعينها او عجل بنوعه عشان خاطر طبعا ما نأذيش اي شركات من الشركات. في بعض العجول طبعا بتاكل، المفروض ان هو طول النهار مستهلك للاكل، ولكن لو انت منحت عنه الاكل يرجع تاني اللي هو حوله على جسمه يفقده. طبعا الحاجات دي اكيد ناس مرت بها وجربتها، لكن النوعيات دي طبعا نوعيات ممتازة وعجول معروفة طبعا للعالم كله، او كل المربيين او كل الناس المزارع اللي هي بتاخد قطعان من العجول البراون. معروف وضع العجل البراون. طبعا النهاردة احنا بنقول لكم اهلا وسهلا بحضراتكم. الحق العرض قبل ما تنتهي العجول والاوزان بتاعة العجول البراون، تعمل دورة تسوين ناجحة ان شاء الله بكل صدق وامانة. وانت طبعا الدنيا والنت ده حاجة بقى عالم صغير جدا، لك ان تسأل وتعرف ان بتتعامل على ايه العجل اللي انا بشرح عليه. تمام. احنا عندنا اوزان ان شاء الله من 180 ل 220، من 220 ل 250، ومن 250 ل 300 لغاية 350 كيلو. كل الاعداد متاحة. اللي عاوز مثلا اعداد مفتوحة ان شاء الله، واللي عاوز برضو عدد قليل ما بنقصرش معاه. العجول ان شاء الله نقاوة، ما بنفرضش عليك ان انت تاخد عجل بعينه. النهارده طبعا الاسعار طبعا ما بنقولهاش ليه، عشان خاطر الاسعار متغيرة، واحنا بنعمل الفيديو ده لقناة الشركة بيفضل دائم موجود. والسلام عليكم.